اسف يا جماعه بس ده وضعنا. اسف اللي انا يعني انا عارف ان كل الناس زيي، وكل الناس اللي ضغطها عالي واللي سكرها عالي واللي ضغطها وطي واللي عندها مشكله واللي حاسه بالذنب واللي عنده، كل الناس عندها حاجات كتير، بس هو ده وضعنا. احنا بائسين جدا، اقسم بالله الفيديوهات موجوده على القناه، خشوا وشوفوا. بقول من بدري وضعنا بائس، محتاجين سكواد اقوى من كده، محتاجين 11 لعيب، محتاجين 11 لعيب اساسي، وحط عليهم زيزو وحسام عبد المجيد وفتوح والونش وحمزه، 5 و11 اساسي. هم دول 16 17 لعيب اللي ينفعوا الزمالك. مش جوده، مش جوده خالص، مش جوده اللي تمثل نادي الزمالك. مش هي دي الناس اللي تمثل وتلبس التيشيرت. لازم نقف عند الحقيقه ونبطل تطبيل وتزمير، ونبطل اللي احنا فيه. خلاص حرام، حرام، حرام نضحك على نفسينا ونضحك على نادينا ونغرق نادينا. حرام، حرام، حرام نضحك على نفسينا، حرام نفضل بنيجي على نادينا. حرام، اقسم بالله حرام. واللي بيحصل في النادي ده حرام. نادي بطل دوري موسمين ورا بعض بيحصل فيه كده. عشان مين؟ وعشان خاطر مين؟ ومين المسؤول؟ ومين المستفيد؟ ومين اللي خلى الزمالك يوصل لكده؟ مش هندفن راسنا في الرمل. خلاص. طبعا كل شيء وارد في كرة القدم، وطبعي اللي انا متفائل رغم الزعل، وهفضل متفائل وهفضل ورا نادية واشجع نادية ومش هسيبه وهدعمه وهفضل وراه، لان هو نادية انا اخترت اشجعه. فبتحمل كل اللي بيحصل له، وبتحمل كل العواقب، وبتحمل كل المشاكل، لان انا وانت وهو كلنا بنشجع نادي الزمالك وراه في المحن، وعشنا في أسوأ من كده. لكن اللي كان بيحصل قبل كده يا جماعة عايزكم تفرقوا. لما بيحصل ان فريق بينهار ولعيبه بتبقى عاله زي العشريه السوداء، لما كنا بنقول الصفتي وغانم سلطان وقطه وشيكا كان بيلعب مع فرقه لوحده، والكلام ده كان بيحصل لاننا كنا بلجان معينه، لاننا كنا بلجان وحل مجلس اداره ودخول مجلس اداره وحل مجلس اداره. لكن لما يحصل كده بمجلس منتخب ومجلس بشرعيه كامله، يبقى ده فشل، يبقى ده فشل. واللي ينكر غير كده واللي يقول غير كده يبقى راجل منافق، يبقى راجل منافق. انا بقول الصراحه وبقول اللي قدامي وبقول اللي شايفه وما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. اللي يقول غير كده راجل منافق. اللي حصل لنا قبل كده كان في دوامات، في لجان معينه، في حل مجلس اداره، في كل اسبوع مرسي عطله الله يرحمه، محمد عامر، جلال ابراهيم، مرتضى منصور، ممدوح عباس، وهلم جره ونلف ونرجع تاني. كنا كده. لكن دلوقتي انت في مجلس منتخب، لما يحصل فيك كده يبقى ده قمه الفشل. لما توصل للطريقه دي ان افريقيا تحصل فيك كده يبقى قمه الفشل. لما يحصل كده في الدوري اللي انت حامل لقبه مرتين ورا بعض يبقى انت فشل، يبقى انت فشل، وانت اللي مسؤول عن كده، انت اللي مسؤول عن كده. ربنا يستر ونوصل افريقيا يا جماعه. انتوا مش متخيلين كمان انا منفعل، مش عشان انا عادي نطلع من افريقيا وعادي نخسر الدوري السنه دي كوره، ده طبيعي جدا، ده عادي جدا، واحنا كويسين قوي ومعانا سكواد. خرجنا من افريقيا وما كسبناش دوري، عادي جدا جدا في الكوره. لكن بالمنظر ده وبالشكل ده وباللعيبه ده احنا هنعاني، باللعيبه دي هنعاني لسنوات. والسبب بسيط، انت معاك سكواد فيه 30 لاعب، 30 لاعب لا يصلحوا منهم غير 5، هتسرح 25 لاعب ازاي؟ الزمالك هيعاني لسنوات، لانك لازم تقعد اللعيبه دي، سواء بقى الاجانب نضاي وسامسون والجزيري وبالحاج واللي ورا المسلوسي، والمصريين شلبي والسيسي وعمر جابر بعقودهم الكبيره، العقود الضخمه،
انت مش عايز تسرحهم، هتسرحهم ازاي؟ واحد، لا تديهم فلوسهم ويمشوا. اتنين، ما تديهمش حاجه ويرفعوا عليك قواضي وتتوقف قيد تاني وتخش في دوامات تاني، لان انت هتعاني مواسم، هتعاني كتير جدا بسبب اللي حصل الموسم ده. صدقوني الكارثه ما بتجيش على موسم. ليه الناس ما سالتش ان انت في 2020 لما اتحل مجلس الاداره وجات لجان انت مشيت كويس وخدت الدوري؟ لان كان عندك سكواد، لان كان عندك فرقه قدرت تشيلك. لكن عندك فرجاني وطارق وابو جبل والونش ومصطفى محمد وبن شرقي ونجم بديل وسيسيه وزيزو وشيكا وعبد الشافي وجي فتوح كان في لعيبه، كان في سكواد يقدر يشيلك في وسط الازمه. في وسط الازمه كان يقدر يشيلك. فريق عنده شخصيه لعيب زي طارق حامد اللي احنا ما عرفناش نجدد له وخسرناه. شخصيه لعيب زي فرجاني ساسي اللي احنا ما عرفناش نجدد له وخسرناه. شخصيه لعيب زي بن شرقي وخسرناه. شخصيه حتى ابو جبل اللعيب اللي هو البائس، اللعيب اللي كان بيعمل لنا كوارث، لكن لعيب كان عنده شخصيه في الجون، كان لعيب بارد، لاعب بارد. كان عندنا شخصيات، كان عندنا لعيبه. انا اسف، كان عندنا بدل الموسم اللي فات بدون قيد، كان عندنا عمر السعيد، كان عندنا اسلام جابر لعيب ما عندوش اي حاجه لكن بينزل مرمطون في الملعب بيموت نفسه. مش شويه لعيبه بتلعب بالشوكه والسكينه. مين اللي مسؤول عن دول؟ مين اللي جابهم؟ مين اللي حطنا في الموقف ده؟ مين اللي خلانا نوصل للطريقه دي؟ مين اللي ودانا للحته اللي احنا فيها؟ انت. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يعني، ربنا يا جماعه عرفوه بالعقل. 1+1=2. انا امتى احاسب مدير فني ولعيبه؟ مدير فني لما يكون عنده سكواد، ولعيبه لما تكون بتاخد مستحقات. انا ولا عندي دي ولا عندي دي. وعندي راجل مشي، يعني انا فريرة بحترمه جدا وطول عمري بدافع عنه جدا، لكن مشي ورجع مش هيقدم حاجه طبعا بالمجموعه اللي موجوده، لانه ما قدمش قبل كده بنفس المجموعه وسابنا نغرق. فاحنا بائسين جدا يا جماعه، وقلت الجمله دي مرارا وتكرارا وقلت كتير جدا، احنا بائسين جدا يا جماعه. احنا فرقه مهلهله، احنا فرقه ما فيهاش اي، يعني اديني لعيب في نص ملعب نادي الزمالك. حتى اللعيب اللي كان عندنا مشي يا خلقي اهو. اللعيب اللي كان عندنا اللي بيعمل لنا فارق في نص الملعب وبيعمل لنا شكل امام مشي. اللعيب اللي كان ممكن وكنا بنتعوج عليه وبنشتمه اوباما يعمل الاضافه مكانه مشي. مين اللي ودانا لدي؟ انت. انا اسف ان انا متعصب النهارده، لكن اكيد ده حال كل الزملكاويه، اكيد حال كل اللي بيتفرج عليا. احنا قلت لكم احنا وقعنا في النص، وقعنا بين واحد مش عارف يدير، وبين واحد بيدير بمزاجه، وبين واحد يعني احنا وقعنا والنادي وقع معانا. احنا حطينا النادي في المجهول. حتى الحكم بتاع النهارده والحبس، وفي ناس فرحانه وفي ناس مؤيده وفي ناس بتقول الشريف وفي ناس بتقول العفيف وفي ناس اسف زباله بتقول ميرسي يا خطيب، بيمجدوا في الخطيب عشان مرتضى اتحبس. انا كل اختلافي مع مرتضى وهو السبب اللي احنا فيه، لكن ما تمجدش في واحد زي ده، ما تمجدش في المنافس. احنا واقعين في نص كل ده، النادي بيغرق. واللي وصلنا لحكم الحبس ده مش الزمالك ولا كرسي الزمالك، لسان حضرتك اللي وصل ان الغصه اللي في قلبي ان حضرتك تتشال على ايد، حكم على ايد رئيس النادي المنافس. الغصه اللي بتحرقني ان الخطيب يتحكم في كرسي. هو شتمه، ده حكم قضائي، بس بتيجي من الخطيب، تيجي من ازبل خلق الله، من الناس اللي عملت كل السواد. حاجه حسبي الله ونعم الوكيل، حاجه حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان السبب ووصل النادي لكل اللي احنا فيه. طبعا انا بتاسف لكل الناس اللي انا كنت عصبي، واللي انا كنت متحامل شويه، واللي انا كنت لان وطبعا قلت ده اكيد وضع كل الزملكاويه.
بس والله، والله، والله النادي ده باقي غصبٍ عنكم، غصبٍ عن الدولة وغصبٍ عن المرتضى وغصبٍ عن عباس وغصبٍ عن لبيب وغصبٍ عن كل الشماتين وكل الطبالين وكل اللي بيزمروا، غصبٍ عن كل اللي ودّى نادي الزمالك في حتّة وحشة، غصبٍ عن كل اللي واحد كان بيطبّل وفرحان باللي هو بيعمله وهو بيغرّق النادي، غصبٍ عن كل واحد كان شايف النادي بيغرق وكان بيقول له الله يا سيادة المستشار، غصبٍ عن كل دول النادي باقي والنادي مكمّل، غصبٍ عنكم، غصبٍ عنكم النادي مكمّل، وغصبٍ عنكم النادي هيبقى، هنقع سنة، هنقع 2، هنقع 3 راجعين، لإننا موجودين، لإن الجمهور موجود، لإن طول ما الجمهور موجود النادي ده موجود، النادي ده عمره ما بقى ببطولة ولا برئيس نادي ولا حتى بزمورة ولا بمزرباخ ولا بمرتضى ولا بعباس ولا بالناس دي كلها. النادي ده بقى بينا احنا بالجمهور اللي بيتحرق دمه، اللي بيروح المدرجات واللي ضغطه بيوطى واللي ضغطه بيعلى واللي بيحب النادي. كم من الانديه اتعمل ووقع عشان ما عندوش جمهور، كم من الانديه اتعمل وخد بطولات ووقع عشان ما عندوش جمهور، كم من الانديه راح واتمحى من التاريخ عشان ما عندوش جمهور. فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ضر النادي عن عمد، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصل النادي للوضع اللي احنا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في ايا كان، في كل حاجه احنا عارفينها ومش عارفينها، في كل الخفا، في كل اللي بيتعمل واحنا ما بنعرفهوش، في كل اللي ضر النادي عن عمد وعن قصد او حتى بدون قصد. حسبي الله ونعم الوكيل اللي بينيم في اللي نيم جمهور الزمالك زعلان النهارده واللي هيشمت الناس فينا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد خلى وضع النادي بالمنظر ده. حسبي الله ونعم الوكيل اللي خلى دي مجموعه لعيبه بتلعب في نادي الزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلى كرسي نادي الزمالك يتهان بالمنظر ده. كرسي نادي الزمالك اللي كان بيتساوى برئيس الوزراء، كرسي نادي الزمالك اللي كان بيتعمل له حساب، اللي خلى وضع نادي الزمالك بالمنظر ده ايا كان مين هو. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما قدامناش حاجه نعملها غير كده، احنا هنفضل ورا نادينا وهنشجعه وهنقف وراه في ماتش الترجي وهفضل وراه عشان يكسب الماتش الجاي، حتى باللعيبه اللي موجوده، بوجود فريرا، بوجود مرتضى، من غير وجود دول هشجعه الماتش الجاي وهطلع هتفائل اللي احنا نكسب، لان ده دوري وده دوري كمشجع، وهتفائل ان انا اكسب الماتش الجاي، وهتفائل ان انا هفضل ورا الفرقه لغايه لما نروح لافريقيا، لان ده الطبيعي وده دوري الطبيعي، ومش هسكت وهفضل ورا ناديه، مش هسكت وهفضل ورا ناديه، لان حسبي الله ونعم الوكيل تاني في السبب. ايه اللي بيحصل اللي وصل النادي للمهزله دي، اللي كرسي نادي الزمالك رئيسه هيتحل بسبب حكم، بسبب سب وقصف. انا ما بقولش يا جماعه انا بشتم، انا ما بقولش ان انا الشيخ الشعراوي ولا انا اله، كله بيشتم، لكن انت بتمثل رئيس نادي الزمالك، وكل اللي بيختلفوا معاه على الشتيمه في اي تايم لاين، على تويتر، على الفيسبوك، على كلاود هاوس، على حتى فيسبوسات، بيقولوا كلام ألعن واوسخ من كده، وفي بيوتهم وفي الشارع بنقول وكله بيقول. لكن انت رئيس نادي الزمالك وصلته ان الواحد زي الخطيب، واحد عمل كل الموبقات، واحد اتقال عليه عصابه وحرامي ونصاب وعنده من الشرف وحاجات مخله بالشرف وبالاداب ان هو يتحكم في كرسي نادي الزمالك ويشيلك. ودي بالنسبه لي اسوأ حاجه في الدنيا. لو كانت الدوله شالتك كنت هطلع اتكلم كلمتين على الدوله وخلاص. لو كان اللي شالك جمعيه عموميه كنت هتكلم رغم اختلافي معاك، لكن كنت هطالب باي حد هيشيلك اقول له انت عندك مشكله مع نادي الزمالك مش مع مرتضى منصور، لان ده مجلس منتخب من جمعيه عموميه ولازم يبقى موجود. لكن اللي يشيلك الخطيب دي غصه في قلبي، غصه في قلبي ان واسف
لأي واحد، أنا آسف حتى لو حد كان بيسمعني من الناس دي، آسف لأي واحد زبالة، زبالة قال له ميرسي يا خطيب. آسف على كل واحد زملكاوي بشرطة قال له شكرًا يا خطيب اللي أنت شِلته. الخطيب يتقال له شكرًا في الآخر على اللي عمله. الخطيب اللي لو عنده مليون حاجة يستخدمها عشان يوقّعك، يستخدم 2.000.000 حاجة غيرهم عشان يوقّعك. الخطيب اللي هو يتمنى يدوس عليك عشان ينزّلك تحت الأرض، بيتقال له شكرًا وميرسي اللي أنت مشّيت مرتضى. رغم مشاكلي مع مرتضى وقرفي من مرتضى وسوء مرتضى واللي وصّلنا ليه مرتضى، لكن إن هو واحد من الجمهور يقول له شكرًا، ده أنت مغيّب يا حبيبي، أنت مش معانا يا حبيبي، أنت مش عايش معانا يا حبيبي. هاكتفي كده يا جماعة معلش عشان أنا خلاص ما بقيتش قادر والله نَفَسي مش قادر، تعبت نفسيًا كمان، ربنا يرحمنا برحمته، والله يكون في عون جمهور الزمالك، لإن إحنا ما وراناش حاجة غير تشجيع النادي، إحنا بنقول الحقايق وبنقول اللي إحنا شايفينه، وما بنخافش من حاجة، وهنفضل نقول اللي أنا شايفه هافضل أقوله ومش هاخاف منه، لكن هو ده وضعنا وهي دي حالتنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان السبب في اللي إحنا وصلنا له، وحسبي الله ونعم الوكيل اللي لبّس مجموعة لعيبة شبه دي تيشيرت نادي الزمالك وهو ما يستاهلش. باشكر كل اللي كان معايا، وباتأسف لكم طبعًا لو كان عندي حِدة شوية في الكلام، بس آسف طبعًا وربنا المستعان. باشكركم وباشكر كل اللي كان معايا في البث واللي اتفرّج عليّا، و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.